بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي السلام عليكم. لحد الآن لم أفهم ما قصة المحاولات المتكررة للكيان الصهيوني لاقتحام اجتماعات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023 وفبراير 2024 بأديس أبابا وإصراره على الحضور. لقد كانت المحاولة الأولى في فبراير 2023 وطرد حينها من قبل التحالف الجزائري الجنوب إفريقي وبعض الدول الصديقة المتعاطفة مع القضية الفلسطينية. وكان هذا التواجد له في القمة الإفريقية بتواطؤ بعض الدول ومنها إثيوبيا والمغرب وغيرهما، ولا سيما من المفوض موسى فكي مفوض الاتحاد الإفريقي آنذاك، الذي اتخذ المبادرة حسب قولهم كانت مبادرة شخصية دون علم كافة أعضاء الاتحاد، ومنها إثيوبيا والمغرب وغيرهما، باعتبار أن لكلا الدولتين ممثلين للكيان فوق ترابهما. وجاء حينها مطمئنا من حصوله على صفة عضو مراقب. وفي هذا الصدد أكدت وكالة الأنباء الفرنسية في 24 جويلية 2021 بأن الاتحاد الإفريقي منح المحتل رسميا صفة عضو مراقب، وكان هذا هو هدف عمل الأجهزة الدبلوماسية للكيان منذ نحو عقدين من الزمن لتحقيقه. جاء هذا الإعلان من فرنسا كمحاولة لفرض الأمر الواقع على بقية أعضاء الاتحاد، وأن القرار اتخذ ولا نعرف الجهة التي اتخذته دون الرجوع لبقية الأعضاء، غير أن الجزائر وجنوب إفريقيا كانتا له بالمرصاد وطرد وفده شر طرده. أما المحاولة الثانية والتي كانت في فبراير 2024 أي منذ أيام فقط، حيث قرر وفد المحتل دخول القاعة خلسة عن طريق فردين فقط، وهما الأمين العام لوزارة الخارجية للمحتل ومدير قسم إدارة إفريقيا، وهذا محاولة منه للتدخل خلال الاجتماع وإلقاء كلمة لتبرير موقف الاحتلال من الإبادة الجماعية للفلسطينيين. فوقع لهما ما وقع لوفد المحتل خلال المحاولة الأولى، وطرد شر طردة أيضا من طرف التحالف الجزائري الجنوب إفريقي وبعض الدول الصديقة. غير أن هناك أسئلة منطقية تطرح نفسها على متلقي هذا الخبر، وهي كالتالي: أولا، كيف وصل هذا الوفد إلى قاعة الاجتماعات؟ ثانيا، من الذي دعاه في المرة الأولى والثانية؟ ثالثا، بأية صفة؟ رابعا، ما علاقة المحتل بإفريقيا ومنظمتها أو اتحادها؟ بالنسبة للاستفسار الأول، كانت هناك محاولات من دول أعضاء في الاتحاد لتسهيل توغل المحتل داخل المنظمة كعضو مراقب في المرحلة الأولى، ولا سيما إثيوبيا بحكم علاقاتها مع الكيان وتواجد سفيره في إثيوبيا وحجم التعاون الاقتصادي بينهما، وكذلك المغرب الذي كان يعمل جاهدا لتقديم خدمة لصديقه الجديد القديم. ضف إلى ذلك العمل تحت الطاولة للأجهزة الفرنسية لنشر فيروس فتاك داخل الاتحاد لتنفيذ سياسة فرق تسد وضرب مجموعة معادية لها بمجموعة مساندة ومطبعة معها. الاستفسار الثاني: دخل الوفدان في كل مرة تحت ذرائع مختلفة حتى لا تثار الشكوك حول تواجده، وجعل عامل الصدفة يطغى على أعضاء الاتحاد، وزرع التساؤلات بين الأعضاء حتى لا يستطيع أي أحد طرح السؤال المحير علانية: من الذي دعا المحتل؟ والحمد لله
كان هناك من لم تنطوي عليهم هذه الألاعيب. أما بخصوص التساؤل الثالث، في المرة الأولى كاد أن يصبح عضوا مراقبا، وقد مهدت له وسائل الإعلام الفرنسية ذلك الأمر من خلال إعلامها، ليصبح بعدها عضوا كامل الحقوق في المرة الثانية، أي العضو 56 للاتحاد. أما بخصوص التساؤل الرابع، ما دخل المحتل في إفريقيا؟ إن الكتل المكونة للاتحاد تنقسم إلى كتلة عربية وكتلة إفريقية أي غير عربية، وهذا الأمر له من الأهمية بمكان بالنسبة له، فوصوله إلى هذا التجمع الدولي الهام واستحواذه على دعم البعض من أعضائه سيخدم أهدافه الاستعمارية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وكسب الدعم في الهيئات الدولية في حال اتخاذها لأية قرارات ضده. تحياتي والسلام عليكم.